السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل متابعيني، كل حبايبي وصحابي، يا رب كلكم تكونوا بخير وصحة وسلامة وسعادة. النهاردة يا حبايبي بقى هعمل حاجة جديدة كده، اسمها المبكبكة. طبعا اكيد كلنا عارفينها، يعني هي اصلا اكلة مش مصرية يعني، بس جميلة جدا. عندك بقى حتتين لحمة، مش شرط يبقى كيلو، مش شرط يبقى نص، اي حتتين لحمة عندك موجودين في التلاجة. هتعرفي ازاي تعملي بيهم اكلة جميلة قوي، هتعجب ولادك وهتعجبك جدا. وكمان حاجة جديدة. اللحمة زي ما انتوا شايفينها كده، انا هقطعها مكعبات، اللي هي القطع الصغننة دي اللي انتوا شايفينها دي اهي. تمام يا حبايبي، هقطعها كلها القطع الصغننة دي. آه معايا كيسين صلصة، معايا المكرونة طبعا حسب الطلب، يعني انت عايزه تعملي كيس براحتك، عايزه كيس ونص، عايزه اتنين، انا هعمل كيسين. تمام. معايا بصلايه كبيره بشر قطعتها. ماشي. الفلفل حسب الرغبه، لو انت عايزه تحطي فلفل حطي، مش عايزه ما فيش، تمام، يعني الدنيا برضو هتبقى زي الفل. هنا بقى الورق اللورا والفلفل الاسمر. تمام. انا مش هحط لها بهارات لحمه دلوقتي خالص. ماشي يا حبايبي. هقطع اللحمه القطعه الصغيره دي، وطبعا هحطها طبعا، يعني هعمل لها صدمه، معلقه سمنه كده اعمل لها صدمه. وابدا احط البصل الاول تتكرمل كده، وبعد كده هنزل عليها باللحمه. وطبعا ان شاء الله هنبقى مع بعض وهوريكم هنعمل ايه، وان شاء الله يعني هتبقى اكله جميله وجديده وهتعجبكم. خليكم معايا يا حبايبي. حبايب قلبي، انا كده نزلت بالبصل تمام كده، يعني بيتكرمل، هتطرى بس معاكي شويه. ماشي يا حبايبي كده يا حبايبي، البصل اتكرمل تمام. هننزل بقى بالورق اللورا والفلفل الاسمر. ماشي يا حبايبي، تمام كده. نديهم برضو تقليبه كده مع بعضيهم كده. ماشي. وبعد كده هننزل باللحمه. تمام يا حبايبي، كده نزلنا باللحمه. ماشي يا حبيباتي، نقلبها بس شويه كده وهنسيبها بقى. اللحمه هتفضل على البوتاجاز كده، طبعا هنهدي عليها النار خالص. تمام يا حبايبي، وهنسيبها لحد لما توصل لدرجه ان هي يعني مثلا يبقى فيها ربع ساعه كده، يعني 3/4 سوا، والربع التاني ده هنسيبه عشان يستوي مع المكرونه. ماشي يا حبيباتي، هنهدي عليها النار خالص، ومش هنحط لها الملح دلوقتي الا لما نحط طبعا المكونات بتاعه المكرونه، هنبقى نحط معاها الملح، ده يبقى التركه الاخيره يعني. تستوي بقى كده ونرجع لكم تاني يا حبايبي. حبايب قلبي، احنا طبعا كل شويه هنبص عليها لان هنشفت، هنديها مثلا كوبايه ميه صغيره. ماشي يا حبايبي، علشان ما تنشفش مننا. كوبايه ميه. ماشي، عشان ما تنشفش مننا، ونسيبها طبعا تاخد وتدي مع نفسها، بس عشان ما تنشفش وتقع بقى وتلدع بقى في الحله والكلام ده. ماشي يا حبايبي، خليكم معايا بقى لما تستوي اللحمه نشوف هنعمل ايه تاني. حبايبي قلبي، اللحمه خلاص استوت تمام كده يا حبايبي. في هنا بقى قرن فلفل، انا طبعا ده اختياري يعني مش اجباري، اللي انتوا عايزينه، لو انتوا عايزين فلفل حطوا، مش عايزين خلاص دي براحتكم يعني. طبعا انا هرميهم هنا كده. ماشي يا حبايبي، كده لفه كده مع اللحمه. ماشي. انا قصدي ان انا اسيب القرن الفلفل اللي هو مقطعاه نصين ده، قصدي ان انا اسيبه زي ما هو كده يعني. ماشي يا حبايبي، وهننزل بالمكرونه. كده يا حبايبي، حطينا المكرونه ماشي مع اللحمه زي ما انتم شايفين كده. بتقلبيها بقى شويه كده عشان تشرب من الصوص بتاع اللحمه. ماشي يا حبايبي، ننزل بقى بمعلقه توم اهي. ماشي، شوفوا يا حبايبي شكلها عامل ازاي. انا لسه بقى، انا دلوقتي حطيت الملح، حطيت فلفل اسمر تمام كده، ومعلقتين صلصه، وقلبتهم في المكرونه. هننزل بالطماطم بقى. كده يا حبايبي، انا حطيت الطماطم. طبعا الطماطم لازم تكون خفيفه، يعني خفيها ما تكونش تقيله. ماشي. وبعد كده طبعا انت بتحطي كل التوابل بتاعتك، فلفل اسمر وملح وكمون وكزبره ناشفه. والميه لازم تكوني ظبطها كده زي ميه الرز كده، يعني الطماطم بتخفيها وتخليها كده خفيفه. ماشي. وتظبطيها زي ميه الرز بالظبط كده، عشان ما تعجنش منك وتبقى شكلها حلو كده. دلوقتي احنا بقى خلاص حطيناها اهو.
هنغطي عليها وهنوطي ناحيه الطفيان كده ماشي. ولما تستوي يا حبايبي هنرجع لكم بقى ونوريكم شكلها كان عامل ازاي المبكبكه. بس يا حبايب قلبي ايه رايكم في شكلها بقى؟ جميله وطعمها وريحتها مش عايزه اقول لكم، جميله قوي قوي قوي. يا رب تعجبكم بقى. كده يا حبايب قلبي نكون خلصنا المبكبكه باللحمه بالفلفل ببصل توابل وبهارات حاجات كده، شويه متبلات جميله. انا عايزه اقول لكم طعمها حلو جدا جدا، وريحتها ونفسها مش قادره اقول لكم جميل. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتبقى جميله ان شاء الله. طبعا الزيتون الجميل دون انا عاملاه عندي في البيت، طعمه حكايه طبعا. طبعا بنحب نشرب حاجه ساقعه مع الاكل. عملت بطاطس محمره. لما تيجوا تحمروا البطاطس يا جماعه مش تخلوها يعني تحمر قوي عشان بتنشف. لما بتنشف انت بتفقد الغذاء اللي في صباع البطاطس. تنزليها كده نص سوا بتبقى طريه ومقرمشه برضو، مش بتبقى طريه يعني مايصه كده، لا بتبقى مقرمشه وجميله. طعمها بيبقى تحفه بجد يعني. ملح بقى وكمون كده وترش عليها والدنيا بتبقى زي الفل. اكله بسيطه مش يعني ما فيهاش اي تكلفه خالص، بسيطه خالص. لو ربع كيلو لحمه عندك، لو قطعه لحمه واحده بس صغيره عندك عادي ممكن تقدري تعمليها. وممكن يا جماعه برضو تعمليها من غير لحمه، مش لازم يكون عندك لحمه يعني، مش اجباري. هتعملي ايه بقى؟ لو انتي مش عندك لحمه هتجيبي بصلايه صغيره كده هتبشري معاها، هتحطي عليها حته تومه صغيره، قرن فلفل صغير، هتشوحيهم كده برضو نص الششويحه كده مع بعضيهم. هتحطي كيس صلصه او معلقتين صلصه زي ما الموجود عندك، وهتفضلي تقلبي فيهم كده. هتحطي الملح والكمون فلفل اسمر والكزبره الناشفه وهتقلبيهم. هتحطي المكرونه، تفضلي تلفي بالمكرونه كده شويه يعني عشان تشرب من الحاجات اللي انت حطيتيها دي، الصلصه يعني والتوابل والبصل والثوم والحاجات دي. بعد كده هتنزلي بالطماطم وتكون خفيفه زي ما قلت لكم. احنا بنخف الطماطم علشان ما تكونش تقيله، احنا يعني كانها ميه وبنحطها مثلا على رز عايزين نسويه، بنخف الطماطم خالص. ماشي يا حبايبي، وبتقلبيها وبتظبطي ايدك في الميه عشان ما تعجنش منك. بسم الله ما شاء الله طالعه يعني مفلفله وجميله. ماشي يا حبايبي، وطبعا بتحطيها وتقلبي طبعا بالطماطم اللي انت حطيتيها وتدوقي الملح بتاعها تمام مظبوط، الدنيا زي الفل تمام. وبكده يا حبايبي بتكون واول ما بتحطيها طبعا بتهدي عليها النار علشان يعني ما تلسعش منك في قعر الحله. وبعد كده بتقلبيها وتغطي عليها وتبقى زي الفل، بتطلع مفلفله وجميله برضو ونفسها وريحتها زي الفل. وده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب ينول اعجابكم كلكم كده يا حبايب قلبي، لان طبعا رايكم بيهمني جدا، حبايب واصحاب واخوات وكل حاجه حلوه. دي كانت المبكبكه بتاعتنا النهارده اللي باللحمه ماشي حبايبي والتوابل. طبعا طبق الزيتون الجميل دون، طبق البطاطس الحلو ده. يا رب يكون الغدا بتاع النهارده عجبكم، وما تنسونيش بقى باللايك، واللي ما اشتركش في القناه يتفضل ينورني ويشترك في القناه. واشوفكم على خير يا حبايب قلبي، وكل خير وصحه وسلامه وسعاده. ويا ريت يا ريت يا ريت يعني اللايك والله العظيم ما يكلفكم حاجه، بالعكس انتوا بتفرحوني جدا. وكمان يعني علشان الفيديو بيترفع وبيبقى حلو بيكم، من غيركم مفيش اي حاجه اكيد بتبقى حلوه، لكن انتوا بيكم كل حاجه بتبقى جميله والله العظيم. يلا ربنا يسعدكم كلكم ويسعدني معاكم، واشوفكم على خير وكل خير يا حبايب قلبي، وصحه وسلامه وسعاده. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.